السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا اخواتي في فيديو جديد على قناة كويزين ام يحيى. بعد واحد الغياب اللي غيبت عليكم شي شويه نظرا لبعض الظروف، اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم رجعت بفيديو جديد وبطاقه جديده وبواحد الحماس. اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم قررت انني نشارك معكم بسطيله ديال الحوت اللي كتجي رائعه ولذيذه وبنينه بمقادير اللي سهله وبطريقه اللي مبسطه. بالنسبه للمبتدئين اللي ما عمرهم ما جربوهم يتبعوا هذه الطريقه هذه، وانا متاكده انها غادي تنجح معاهم. بلا ما نطول عليكم لا فيديو ندوزو المقادير وطريقه التحضير. مقادير اللي غنحتاجو في هذه البسطيله هذه: عندي واحد الكيلو ديال الروكان، كيلو ديال الميرلون اللي منقي الحوت، يعني يكون منقي ومحيد له الشوك ديالو. عندي 800 غرام ديال الكروفيت و800 غرام ديال الكالامار. كروفيت يعني 800 غرام يكون منقي. بالنسبه المكونات الاخرى عندي واحد البصله كبيره تكون مشلضه، عندي 100 غرام ديال الفطر يكون طري وعلبه ديال زائد علبه ديال الفطر المعلب. بالنسبه للتوابل غادي نحتاج عندي معلقه كبيره تكون ديال الخرقوم، معلقه ديال التحميره، جوج معالق صغار ديال عطريه الحوت، معلقه صغيره ديال البزار وشويه ديال الملحه. عندي واحد الربطه ديال المعدنوس وربيع القزبر والمعدنوس عفوا مقرضين، وزائد واحد 5 ديال الفصوص ديال الثوم حامضه مصيره، وعندي تقريبا 200 غرام ديال الفيرميسيل اللي غادي نسلقها في داك القشور ديال الكروفيت. غادي ناخذ باش اول حاجه غنبدا بها هي هاد الماريناد هذه اللي غادي نستعمل اولا شرموله. ناخذ واحد الاناء اللي غادي ندير فيه داك التوابل كامله مع داك الربيع، داك الربيطه صغيره ديال الربيع مع داك الثومه كنحكها. غادي نزيد تقريبا جوج حامضات يكونوا معصرين، كاس اللارب ديال الزيت يكون مخلط بين زيت بلديه وزيت روميه. بالنسبه والتوابل خلاص اللي ذكرت معكم. بالنسبه للحار يعني كيبقى على حسب الذوق. هنا خديت 3 ديال المعالق ديال صلصه الصوجا، الا كانت ديك الثقيله غادي نديرو غير معلقه كبيره، كانت هكا انا عندي هاد الخفيفه هذه درت 3 د المعالق. والحار غادي ندير واحد شويه، ما كنبغيش نكثر انا الحار بزاف. صافي هاد الشرموله هذه هي اللي غادي نستعمل في الحشوه كامله ديال الحوت ديالي، يعني غنشرمل بها الحوت كامل بانواعه، غنشرمل بها داك البصيله والشامبينيون، غنشرمل بها الفيرميسيل كذلك، يعني غنستعملها من المراحل كاملين. اول حاجه غنبدا غادي ندير داك الحوت يطيب هو الاول في الفران. غناخذ واحد الطاوه اللي غنفرج فيها داك الحوت ديالي هكا كما كتشوفوا، وغادي نشرملو بداك الشرموله اللي شفتوا معايا. غندير واحد الكميه لا باس بها هكا ديال الشرموله فوق داك الحوت، وغندير فوق منه واحد شويه ديال ورقه سيدنا موسى وشويه ديال الزعتر، وغادي ندخلو الفران تقريبا لمده ديال 15 دقيقه. غندوز نسلق عاوتاني الكروفيت الكالامار عفوا. الكالامار يعني غادي نديرو في كوكوط وغادي نحسب عليه 30 دقيقه، يعني بالضبط ما بين 25 حتى 30 دقيقه باش كيبقى ليا فتي. غندير معاه شويه ديال البزار، شويه ديال المليحه، ورق سيدنا موسى، وشويه ديال الحامض وقطرات ديال الزيت باش ما يطلعش لي الكشكوشه. هنا راه دزت غادي نشرمل داك الكروفيت كما شفتوا. درت راه تقطع ليا شي شويه واحد الجزء من ما عرفتش كيفاش راه تقطع ليا من الفيديو. درت معلقه ديال الزبده ومعلقه ديال زيت بلديه، درت داك الكروفيت ودرت معاه جوج معالق كبار ديال داك الشرموله. صافي غنخليه هكا يتشحر مزيان وغادي نحيدو وغادي نخليه يستقطر. داك الماء اللي غادي يستقطر فيه هو اللي غادي نضيف في الفيرميسيل. هنا في نفس المقله نيت غادي ناخذها، غادي ندير فيها معلقه ديال الزيت هكا. درت داك البصله الكبيره كما قلت لكم، بصله تكون كبيره مشلضه غنديرها. غنزيد عليها نفس العطريه، غير هو غادي نزيد هنايا واحد شويه ديال العطريه ديال الحوت. بالنسبه لهاد البصله هادي غنخليها هكا تهبط ليا مزيان، وغادي نزيد عليها داك علبه ديال الفطر المصبر اللي غادي نطحنو مزيان مع الحامضه ومع شويه ديال الثومه، وغادي نزيدو لهاد البصيله هادي وغنشحرو معاها. الصراحه هاد الشرموله هاد البصله هادي هكا بهاد الطريقه هادي كتجي معلكه ومدغمره غزاله، واحد المذاق كتعطي في داك ملي كنخلطوها مع الفيرميسيل كتعطي واحد المذاق رائع. صافي كنخليها هكا حتى كتهبط واحد شويه. غنضيف واحد 4 كاس ديال الماء وغنضيف ليه داك الفطر الطري 100 غرام كما قلت لكم اللي قطعته على هذا الشكل هذا، وغنضيفو وغندير معلقه ديال الطماطم
تكون مركزه، الطماطم المركزه غادي ندير معلقه، وغادي نخلي داكشي يتشحر ليا مزيان ويطيب ليا، وكنخليه على جانب. من بعد هنا كنكون غادي ندوز للحوت اللي غادي نكون رديته كيتسلق. انا في نفس الوقت خدامه، وفي نفس الوقت راه دايره الحوت كيطيب ليا في الفران، داك الحوت الابيض اللي درته في الفران. صافي هنا راه طاب كما شفتوا. غادي نخرجو وغادي نبدا نفرتو هكا، وانا كنفرتو وانا كنرد البال، يعني ربما تكون شي شوكه هكا فالته ولا شي حاجه، يعني نردو البال مع الشوك، واخا راه ما فيهش، ولكن يعني كنعرفوا شنو. انا من بعد ما تسلق لي داك الكالامار ديالي، غناخذ المقيله غندير فيها معلقه ديال الزبده وشويه ديال الزيت، وغنصوتي داك الكالامار حتى هو. غنضيف معاه كما قلت لكم داك الشرمولانيت، غنزيد معاه واحد 2 معالق ديال الشرموله. نحك واحد شويه ديال الزعتر من فوقه هكا، وغادي نشحرو غير واحد شويه، نديو نجيبو في داك الماريناد، وغادي نخليه على جانب. غنخليه حتى هو كيستقطر داك. بالنسبه لداك العصاره اللي كيبقى، ديك الماء اللي كيبقى لينا هكا، غادي هو اللي كندير في هاد الفيرميسيل هادي. من بعد ما سلقتها وكلشي كنضيف عليها داك الماء اللي استقطرت من الكروفيت ومن الكالامار، وكنخليها كتشرب مزيان، وكنستقطرها وكنجيبها عاد كنضيف ليها داك البصيله اللي شحرت مع داك الشامبينيون، وغنزيد ليها واحد شويه ديال الحار، شويه ديال عطريه ديال الحوت اللي كتجي بنينه صراحه. بعطريه ديال الحوت كنضيفها كتجي منسمه اكثر واكثر. بالنسبه للحار يعني كيبقى على حسب الاذواق. صافي هنا من بعد ما وجدت الحشوات ديالي كاملين، غندوز باش نعمر البسطيله ديالتي ديال الحوت. وبالنسبه للتزيين راه كيبقى اختياري وداكشي اللي بغينا. هنا باش غنزين انا عندي واحد 100 غرام ديال الفرماج اللي يكون محكوك، عندي شرائح ديال لا داند فومي، وعندي الكروفيت. وبالنسبه للسلمون يعني خديت واحد شويه اللي غادي عفوا السوريمي اللي غادي نزين به هكا من فوق الحشوه كاع حتى الاخر، يعني غنضيفو غير هكا. صافي غادي ناخذ داك الفيرميسيل اللي خلطت مع داك البصيله والشامبينيون، غادي نضيف ليهم نصف الكميه ديال داك الحوت كامل اللي عندي، لا الابيض ولا الكروفيت ولا الكالامار. بالنسبه لداك الحوت كما قلت لكم غادي نخلط نصف الكميه ديالو مع داك الشعريه الصينيه، وغادي نبدا نعمر بها البسطيله ديالتي. بعد ما هكا فرشت داك الورقات ديال البسطيله في الطاوه، خديت انا طاوه هنا ديال 36 سنتيمتر. صافي وفرشت داك الورقه ديال البسطيله ديالي، وغنبدا نعمرها بداك الحشوه. غادي ناخذ في الاول داك الحشوه ديال الشعريه الصينيه اللي مخلطه مع داك الحوت، وغادي نديرها هي الطبقه الاولى. من بعد داك الحوت اللي خليت على جانب غادي نبدا نزيدو من فوق، غنستفو هكا شويه بشويه كما كتشوفوا معايا. انا هذه هي الطريقه اللي كتعجبني صراحه في البسطيله، فاش كنديروا داك الحشوه من يعني ديال الشعريه الصينيه ومن فوق، يعني فاش كنقطعوا البسطيله ديالنا وكنبداو ناكلوا، يعني كنذوقوا ان كاين واحد الحشوه اللي مزيج بين الفيرميسيل والحوت، وكاين كذلك يعني قطع ديال الحوت اللي كنحسوا بهم هكاك في فمنا وكنعرفوا المذاق ديالو كيفاش داير. صافي كنبقى غدا هكا بالتزيين كنعمرها مزيان، والحوت هو كنخليه يكون باين، وكنبقى مستمره حتى كنسالي داك الكميه اللي عندي. وغنزيد هنايا داك الفرماج اللي محكوك، قلت لكم خديت 100 غرام، غادي نزين به هكا. كيجي حتى هو فاش كنطيبوها يعني كيعطي واحد التعليكه كتجي زوينه. داك السوريمي اللي قطعته هكا حتى هو كنضيفو، يعني هذاك اختياري كيبقى، يعني وكتبقى يعني اي نوع ديال الحوت تفضل بغيناه راه نستعملوه، وغادي نعمروا به هاد البسطيله ديالنا. صافي هنا من بعد ما ساليت غادي نجيب نبدا نلمط المرحله الاخيره. نلمطوا هاد البسطيله ديالنا بحال هكا. انا كنلمط وانا كنحاول نزير شي شويه، وفي نفس الوقت كنلصقها بداك واحد شويه ديال الزبده والزيت، كندهنهم مزيان وكنبقى نلصق مزيان. صافي كنجمع داك البسطيله ديالي حتى كنلمطها. وبالنسبه للتزيين راه كيبقى اختياري كما كنعرفوا، يعني على حسب المهاره ديال كل واحد فينا. انا اختاريت ان واحد التزيين اللي يكون بسيط وسهل. صافي كنبقى مستمره هكا، درت على هذا الشكل هذا. في الاخر كنسالي غادي نتقبها البسطيله ديالتي، غنتقبها
كور دون باش منين كندخلوها الفران ما كطرطق ليناش اولا ما كتنفخش وما كطرطقش. صافي كندهنها بعدا قبل ما ندخلها الفران فاش كنتقبها غندهنها بواحد شويه ديال الصفر ديال البيض اللي غنضيف ليه صلصه الصوجا، واحد شويه ديال التحميره، وكانت بقات لي واحد شويه ديال شرموله صفيتها وديك العصاره ديالها يعني زدتو لداك البيض صافي ودهنتها بها وعاد دخلتها للفران صافي حتى طابت ليا. صراحه راه ملي كطيب كتجي بسطيله غزاله ما نعاود لكمش المذاق وواحد الريحه فيها وواحد النسمه وواحد البنه يا سلام. كنتمنى انهم المتتبعات الغاليات انهم يجربوها ويردوا عليا الخبار، وبالنسبه للمبتدئات كذلك يعني غير زعموا عليها وما غاديش ما تخافوا من حتى شي حاجه. صافي هنا من بعد ما طابت ليا غندوز المرحله ديال التزيين كما كتشاهدوا معايا. خديت هكا شويه ديال الفرماج خليته نيت اللي غنزين به غير هكا شويه شويه، وخديت قطع ديال الكروفيت اللي غنزوق بهم ولا طرونش ديال الحامض ولا دوائر بحال هكا. بالنسبه لداك الشرائح ديال ديك المدخن عفوا الداند فومي اللي المهم يعني كتبقى مهارات تزيين على حسب كل شخص اللي عنده شي حاجه يزين بها راه كيزين داكشي اللي قدينا عليه راه غنزينو به وغنزوقو به. وهذه هي البسطيله اللي شاركت معكم، كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم وتشاركوها نتوما مع الاصدقاء ديالكم وتبارطاجيوها مع الاهل والاصدقاء باش حتى هما تعم الفائده. وما تنساونيش كما تنقول لكم دائما من لي لايك ومن تشجيعاتكم الدائمه والكومونتيرات اللي كيحفزوني وكيعطيوني دافع كبير انني باش نستمر. شكرا على المشاهده والى فيديو قادم ان شاء الله.